رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في كلمة مقتضبة إثر اندلاع مظاهرات واسعة في ذكرى النكبة قال إنه يأمل عودة الهدوء سريعا، لكنه وجه الجيش إلى التعامل مع المظاهرات التي وصفها بالعنيفة. وجهت الجيش الإسرائيلي أن يكبح ما يجري لكن بهدوء، ولكن لا يضلل أحد نفسه بأن يعتدي على سيادتنا، لأن هذه الأمور تجري في يوم إنشاء دولة إسرائيل والتي يعارضها قادة المظاهرات العنيفة. إن صراعهم ليس على حدود 67 وإنما على مجرد وجود دولة إسرائيل والتي يسمونها بالكارثة. لا بد أن ننظر بعيون مفتوحة للواقع لنعرف من نواجه وماذا نواجه. هذا وكان قطاع غزة قد شهد استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق حي الشجاعية، كما أصيب نحو 100 فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على متظاهرين فلسطينيين قرب بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. وكان المتظاهرون قد خرجوا في مسيرة نحو المعبد الحدودي في ذكرى النكبة الفلسطينية. من غزة تقرير مراسلنا سمير أبو شمالة. عشرات الجرحى غالبيتهم من الأطفال سقطوا بنيران وقذائف قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع غزة. جاء ذلك بعد الانتهاء من المهرجان المركزي لإحياء الذكرى 63 للنكبة بالقرب من معبر بيت حانون شمالي القطاع وسط حضور جماهيري وفصائلي حاشد، وذلك بالتزامن مع مسيرة مركزية أخرى على الحدود مع مصر لتقديم الشكر لشعبها على وقوفهم بجانب قضيتهم والتأكيد على تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم. تؤكد على أن الشعب الفلسطيني ورغم كل المؤامرات التي لحقت بشأن قضيته ورغم توزيعه فهو موحد على حق العودة. ونؤكد من هنا أن دور الشعب الفلسطيني لم يعد وحيدا، بل أن الشعوب العربية بدأت تتحرك باتجاه الحدود. أنا أعتقد أن السنوات القادمة ستكون أكثر سوادا على المحتل. وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية لإنهاء الاحتلال من خلال تعزيز الوحدة الوطنية. إن تنفيذ اتفاقية المصالحة بدقة وأمانة هي أمانة في أعناقنا، سنحرص عليها. إحياء الذكرى 63 لنكبة فلسطين يأتي بكثير من البشائر والأمل للفلسطينيين هذا العام كما يقولون، نتيجة المتغيرات الإقليمية والداخلية لمواجهة المخططات الإسرائيلية التصعيدية التي تسعى إلى طمس الحقوق الفلسطينية وأبرزها حق العودة. فعلى أطراف مدينة القدس الشمالية كان الاحتلال الإسرائيلي أيضا بالمرصاد لشبان فلسطينيين يحيون ذكرى النكبة، مما أسفر عن إصابة عدد منهم. وفي مدن الضفة الغربية جددت الجماهير الفلسطينية التي احتشدت في مهرجان مركزي في وسط مدينة رام الله إحياء لذكرى النكبة، جددت إلى جانب القيادة الفلسطينية التزامها بالتمسك بحق العودة وتقرير المصير. نحن نتطلع لهذا العام ليكون عام الحرية، ليكون العام الذي يحقق فيه شعبنا الفلسطيني حلمه بالحرية والاستقلال والعيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة له.